بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ايه رأيكم نعمل النهاردة شوية كبس كده لزوم الدفا، ونقول بسم الله ونبدأ. معانا هنا عسل اسود، ده كيلو من العسل الاسود، ونص كيلو تمر، ده تمر مش بلح، فصوص تمر. وعندنا فول سوداني متقشر، انا جايباه كده جاهز، وده جوز هند من العريض، جوز هند من العريض. دي كلها مكونات الكبيس. وعندنا هنا سمسم، هناخد من كل شوية كده، يعني شوية معلقتين كده. ودي تحويجة الكبيس. وده طبعا واحد يوسفي انا مقطعاها وضربها في الكبة. وعندنا سمنة، هناخد معلقتين 3 سمنة كده علشان نحمص فيهم المكونات دي كلها. ونروح بقى سوا كده بالحاجات دي كلها على النار، ونقول بسم الله ونبدأ. هناخد كده حوالي معلقتين كبار سمنة، ولو احتاجنا واحنا بنحمص الحاجة نبقى نحط عادي، مش مشكلة. نسيبهم عقبال ما يدوبوا خالص على النار. وهنحمص المكونات دي كلها حاجة بحاجة. مقدار الكيلو العسل هنحط له معلقتين سمسم كبار، ندوبهم الاول كده في السمنة، نحمصهم نشم ريحتهم تجنن. في ناس بتحط العسل الاول على النار وبعد كده تحط المكونات لوحدها وتحمرها في السمنة. لا، هي الطريقة الاصلية بتاعتها كده. ماما الله يرحمها كانت بتعملها كده. العسل المفروض ان هو ما يغليش اصلا على النار كتير، هو مجرد دقيقتين علشان المكونات كلها تمتزج مع بعض بس، وبعد كده نشيله من على النار. والتحويجة عندنا هناخد برضو منها معلقة ونص كده كبيرة. ما تزوديش التحويجة قوي علشان ما تمررش. هو دي المكونات بتاعت كيلو العسل، بيبقى عبارة عن نص كيلو تمر، ومع باقي الحاجات دي هنحط معلقة كبيرة من كل حاجة، معلقتين كبار. والتحويجة هحط منها معلقة ونص بس كبيرة. خلاص احنا عملنا اول حاجة السمسم، وبعد كده التحوية، وبعد كده ده قشر اليوسفي انا مقطعاه صغير. وبعدين ضربته في الكبة. انت اضربيه بقى في الكبة، تقطعيه صغير اللي يريحك. افضل اقلب في كل حاجة كده، كل حاجة اقلبها بس دقيقتين بس، مش كتير يعني، علشان نطلع الرطوبة اللي فيها، طبعا تطلع ريحة حلوة جدا. لسه عندنا هنا مكونين، اللي هو الفول بقى ممكن تحطي اي نوع من انواع المكسرات اللي تعجبك، بس يعني هو احنا اقل حاجة عندنا الفول، ارخص حاجة دلوقتي الفول، فانا جبت فول. خلاص هحط الفول اخر حاجة بقى، احطها الجوز، لان طبعا ما بياخدش وقت على النار. سبت طبعا شوية الفول دول عشان في عندي فار في المطبخ بتاكل الحاجة مني، فقلت اسيبهم لها احسن. اقلب بقى برضو الفول. طبعا هو هيبرد منك في النار، اول ما يتحط كده في السمنة هيبرد، هتلاقيه بقى طري. اول ما طبعا الحاجة هتبرد، المكونات هتبرد، هيرجع بقى ينشف تاني. وحطيت حتة سمنة كمان، معلقة كمان، يعني حطيت حوالي 3 معالق سمنة. تبقى السمنة حلوة كده، وهاتيها نوع كويس علشان بتفرق طبعا في الطعم وفي الريحة. خلاص اخر حاجة هحطها هنا الجوز العريض، حطي برضو حوالي معلقتين 3 اللي يريحك برضو، بس ما تزوديش قوي علشان الحاجة ما تبقاش تقيلة كده كتير. طبعا هو الاكل ده مغذي جدا للناس اللي عندها انيميا في الشتاء، بيبقى حلو قوي. مش هيستحملوه طبعا غير في الشتاء، في الصيف ده ما ينفعش يتاكل. التمر ده على فكرة حلو جدا معاه، احسن من البلح. ده هتلاقيه بيستوي كده ودايب معاه. هنقلب كله بقى، وبعدين هنحط معاها التمر والعسل. اخر حاجة هنحطها التمر ده، ونفكه كده من بعضه على النار حوالي
يعني 3-4 ثواني، مش كتير. اخر حاجة بقى نحطها العسل، ده كيلو عسل. قلبي بقى كل حاجة كده مع بعضها، واول ما تحطي العسل هتهدي النار ويغلي بس دقيقتين، خلاص المكونات تمتزج مع بعضها، نطفي عليه. ما نسيبوش، انا بشوف ناس كده بتقعد تغليه ربع ساعة تلت ساعة، لا مش الكلام ده، هما دقيقتين بس على النار، ما تزوديش عن كده. وتاكلي بقى احلى كبيس، بس طبعا تستني لما يبرد، تاكليش وهو سخن. انا جربت ادوقه وهو سخن، لغايه دلوقتي لسه شفتي بتوجعني. فكي بقى كله كده من بعضه. نحط بقى ايه العسل. العسل ده كان نوع حلو جدا. نزلي كل اللي في الكيس، ما تسيبيش فيه اي حاجه. عايزه بقى تعملي 2 كيلو عسل، هتعملي معاهم كيلو تمر او كيلو بلح. وتزودي بقى ايه كميه السمسم والفول والجوز والتحويجه، تحطي 3 معالق تحويجه كبار. هتقولي للراجل الحاجات دي كلها من عند العطار، لو عايزه تحويجه من بتاعه الكبيس، هم عارفين، وحتى عارف تحطي قد ايه وما تحطيش قد ايه، ويقولك على المقدار، هو بيبقى عارف الحاجات دي كلها. انا هسيبه على النار بس دقيقتين 2 على نار هاديه، ما تزوديش عليه النار، بلاش تغليه، العسل ما بيتغلاش، هيسكر منك وهيبوظ. وما تغطوهوش. ايدك بقى فيه كده لغايه ما تفكي التمر خالص، لان طبعا التمر ده بيبقى لازق في بعضه. انا شلت النوى منه وسبت بس البلح. اوعي تعمليه بالنوى عشان اللي ياكله ما يدعيش عليا. شيلي النوى منه بالمعلقه كده وفكيه من بعضه. الاراء كلها كانت متجمعه ان انا ما اعملوش بالتمر ده، بس انا قررت ان انا اعمله بالتمر، وهقول لكم شكله وطعمه بجد تحفه. احسن البلح بيبقى جامد وناشف، هتضطري ان انت تقعدي تغليه علشان يستوي. لا التمر بقى بيستوي من نفسه خلاص. انا كده خلاص خلصت، هسيبه على النار واسيبه بقى يستوي ايه دقيقتين كده على النار براحته، على نار هاديه. شايفين كده؟ هو كده كان بيغلي وانا طفيت عليه. اشيله بقى من على البوتاجاز واسيبه حوالي ساعتين 3، النار اللي فيه تهدى خالص ويبرد، وبعدين نحطه بقى في العلب اللي احنا هنحطه فيها. شايفين شكله؟ والله كان تحفة وطعمه تحفة، والبلح كده دايب وطعمه لذيذ جدا. هسيبه بقى اما يبرد، هو كده طبعا لسه سخن، هسيبه هو كده، وبعدين بقى كده برد. انا سبته حوالي ساعتين. شايفين شكله عامل ازاي وريحته؟ قشر اليوسفي فيه عامل شغل عالي. انا عندي بقى البرطمانات البلاستيك دي احط فيها واسيبه بقى على الرخامة في التلاجة اللي يريحك. اسيبه بقى كده على جنب براحته، واكل باخد منه بقى بالمعلقة. شايفين الحلاوة والجمال؟
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك وتقولوا ايه رأيكم فيه لما نجربه بالتمر. شوية جوز كده على الوش يدوا منظر. عمل كمية حلوة ما شاء الله. سلام.